الأمير الوسيم معشوق النساء وملك الخلعان، الفنان أحمد عز. عنده فوبيا من الجواز وعنده مبدأ ماشي بيه، وهو أقضيها إنما اتجوز مستحيل. مين فينا يقدر ينكر على إن أحمد عز من أهم الممثلين في جيله؟ واحد وسيم قدر يطلع بسرعة الصاروخ ويكون نمبر 1 الحقيقي، وكمان كل البنات والممثلات هيموتوا عليه، لدرجة إن في واحدة فيهم كانت بتطرده عشان تتجوزه بالعافية. تعالوا نقول لكم بقى على ضحايا أحمد عز من الفنانات. الحكاية بدأت من بدري جدا في أول فيلم لأحمد عز، واللي كانت المخرجة فيه ساندرا نشأت، راهنت عليه وقالت ده هيكون الحصان الكسبان من اللي اشتغلت معاهم. وبالفعل حقق نجاح كبير في معظم الأفلام، زي ملاكي اسكندرية اللي نزل كسر الدنيا، وفيلم الرهينة، ومسجون ترانزيت، والمصلحة. ومع ظهورهم الكتير كل العيون راحت عليهم، وقالك بس دول متجوزين في السر، بس ساندرا خايفة تقول عشان ما تتحسدش. ما هو برضو ده مش أي حد، ده أحمد عز يا جماعة. رفضت وقتها ترد على أي أسئلة عن الموضوع ده. تاني واحدة ظهر كلام كتير بارتباطهم هي داليا البحيري، من بعد ما مثلوا سوا في فيلم سنة أولى نصب. لكن داليا طلعت ونفت الكلام ده كله، وقالت أنا وأحمد أصدقاء قريبين من بعض، وهو شخص كويس جدا وأنا بتعلم منه كتير. ومش بس داليا، دي كمان نور اللبنانية كانت معاه في نفس الفيلم وما سلمتش من الإشاعات عشان كانت ما اتجوزتش لسه، بس نور طلعت وقالت أنا مجرد صديقة لأحمد وما فيش بينا أي حاجة. تالت واحدة طلع كلام إنهم متجوزين من كتر قربهم ببعض في فترة هي منة شلبي، عشان اشتركوا في كذا عمل سوا وعلى طول بيظهروا مع بعض. الكلام ده ضايق زيزي مصطفى مامة منة جدا، لدرجة إن والدتها خرجت عن صمتها ونفت ارتباط بنتها بأحمد عز أو غيره من الزملاء في الوسط الفني، وإن اللي بيجمعهم هي علاقة صداقة قوية عشان يتعاونوا مع بعض في أكتر من عمل سابق. وبعدها على طول أعلن أحمد إنه ارتبط بواحدة من الجامعة الأمريكية وكانت محجبة، بس عشان ده أحمد عز ما قعدوش مع بعض إلا أسبوع واحد بس. بعدها على طول طلعت إشاعة إن أحمد عز كان متجوز البنت دي وكتب كتابه عليها، بس طلقها عشان ما اتفقوش قبل الفرح. وفضلت الإشاعات تطلع على أحمد عز إنه ارتبط وساب واتجوز وفركش ومقضيها عرفي، وعايش حياته ما بين الشغل والارتباط والحب والدخول في العلاقات الغرامية. آخر واحدة ارتبط بيها أحمد عز وكانت صدمة للجميع هي الفنانة أنغام. طب إيه جاب أنغام لأحمد عز؟ هقولك الحكاية. ناس كتير جيران أنغام شافوا أحمد عز بيخش فيلتها بالليل متأخر، وواحد قال أنا شفته بيخش 4 أيام كل أسبوع وبيمشي الصبح بدري وبيبقى باصص حواليه يمين وشمال. الكلام ده طلع صح، وأكده أحمد عز بعدها على طول، ووقتها أصدر بيان في 9 نقط أوضح خلاله سبب إخفاء زواجه من أنغام السري، وهو رغبتها بسرية زواجها تجنبا عشان طليق أنغام ما ياخدش منها عيالها الصغيرين. يعني ضربت عصفورين بحجر، اتجوزت أحمد عز وخلت عيالها معاها. واتطلقوا بعدها على طول، والموضوع ما قعدش بسبب مشاكله مع زينة اللي كانوا متجوزين في السر برضه، لكن زينة حملت في توأم، وهنا أحمد عز قال لها مش عيالي. زينة اتجننت، أمال العيال مين يا مجنون، هو أنا هخلف لوحدي؟ أحمد عز على طول شال إيده من الموضوع، وزينة طلعت ورفعت عليه قضية شهرت بيه قدام مصر كلها. يعني تتجوزني في السر وتخليني أحمل في طفلين ملهمش ذنب غير إن أبوهم بيلعب بديله، وكمان مش عايز تعترف بيهم؟ هنا القضاء اتدخل لزينة على طول ونسب الطفلين لأحمد عز، اللي مرضيش يعمل تحليل الدي ان ايه عشان يثبت نسبه ليهم. بس على مين؟ القضاء المصري مش بيلعب وشايف شغله على أكمل وجه. شئنا أم أبينا، أحمد عز من أشطر فنانين جيله والأبرز فيهم كمان، بس مشاكله كتير وممكن تعطل مسيرة موهوب زيه وتحرمنا منه.